مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة وفي افضل حال. النهاردة هنتكلم عن المعجب السري، الكراش. ليه مش بيعترف؟ ليه مفضل الصمت؟ هل هيعترف بمشاعره؟ هل هو حاسس بيك؟ هل هو هنا عنده مشاعر اتجاهك حقيقية؟ هنعرف تفاصيل كتير من خلال قراءة اليوم. عندنا هنا مجموعتين. عندنا المجموعة الاولى باول حرف من اسمك انت، والمجموعة التانية باول حرف من اسمك انت. حروف المجموعة الأولى: ج ص م لام ق واو ه ع لام ألف غ س ح ذ خ. ج ص م لام ق واو ه ع غ س ح ذ خ. أول حرف من اسمك أنت يا صاحب القراءة. حروف المجموعة التانية: ز ت ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ط. ز ت ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ط. هنبدأ القراءة على طول مع المجموعة الأولى. في الأول كده هنكشف عن طاقتك أنت. طاقتك مش حلوة يا صاحب القراءة. انا شايفة قلبك وجعك، شايفة ان انت متضايق، شايفك هنا عندك هنا اختلال في التوازن ما بين القلب وما بين العقل. بتفكر كتير، بتفكر هنا في الماديات، بتفكر في احوالك، بتفكر قد ايه ان انت هنا بتحاول تهتم بنفسك، تهتم بتفاصيلك، بتحاول ان انت تغير من نفسك للافضل. حاسس ان انت اتظلمت من اقرب الناس ليك، حاسس ان انت اتوجعت واتألمت، حاسس ان انت فاقد الشغف بسبب اسرتك، بسبب الناس المحيطة بيك، حاسس ان انت عندك امنيات واحلام كتير، وشايف ان الاحلام دي كلها هنا واقفة في مكانها، ما فيش حاجة بتتطور. شايف ان الناس اللي حواليك مستكترة عليك اوضاعك، حواليك معجبين، حواليك ناس، حواليك هنا اصدقاء، بس كله كأنه مستكتر عليك اوضاعك، كله حاسدك، كله باصصلك في حياتك، كله حاسس ان انت افضل منه. حاسس الناس القريبة منك شايف ان هم هنا خذلوك او جم عليك. شايف كمان ان انت هنا كأنك عايز ان انت تطور من نفسك وتبين ان انت هنا يعني اتحسنت للافضل، بس شايف ان انت عندك صراع بسبب المشاعر السلبية اللي انت متعرض ليها. شايفه ان انت موجوع قوي، قلبك وجعك قوي، اتخذلت، اتكسرت، اتوجعت، كانك مريت هنا بتجربه قاسيه اثرت عليك، كانك هنا اتخذلت في ناس هنا ما كنتش متوقع منهم الخذلان. ممكن كمان يكون هنا مضغوط ماديا، كانك بتفكر في الماديات، بتفكر في مستقبلك، وحاسس ان انت مضغوط وان انت وحيد. شايف ان امنياتك كلها هنا ما فيهاش عدل، ما فيهاش حظ، كل حاجه ما بتجيش زي ما انت عايز، كل حاجه عكس ما انت متوقع، ما فيش حاجه ماشيه زي ما انت حابب. فشايفاك هنا فاقد الشغف، شايفاك هنا بتفرج على نفسك وتفرج على حياتك. ممكن كمان عندك طاقة مراقبة لحد، ممكن الحد ده ظلمك، الحد ده عنده طرف تاني، شايف ان هو مستمتع وان هو سايبك هنا ما بين نارين، وان انت هنا حواليك معجبين كتير، بس مش عارف انت عايز ايه. خايف تدخل علاقة جديدة، خايف ان انت تتوجع وتتألم، خايف ان انت هنا تتجرح تاني. فكأنك هنا حاطط حواجز، وكأنك هنا بتفكر كتير في الاوضاع، وكأنك عايز تهرب من همومك وتهرب من مشاكلك، بس كأنك هنا بتفكر بسلبية، حاسس ان انت هتتظلم، وحاسس ان انت هتتوجع، وحاسس ان انت هتمر بتجارب قاسية تاني وتجارب سلبية تاني. عشان كده كأن شايف ان حياتك مش زي ما انت عايز، كأن شايف ان حياتك مش زي ما انت حابب، شايف ان حياتك فيها امنيات وفيها احلام، وناس حاسدينك على حاجات انت مش عارف هي ايه، وشايف ان كل حاجة هنا عكس ما انت حابب. ممكن تكون بتفكر في سفر، ممكن تكون بتفكر هنا في عمل، ممكن تكون بتفكر هنا ان انت تهرب وتقعد مع نفسك وتبدأ هنا ما تفكرش في اي تفاصيل، بس مش عارف. شايف ان انت هنا ممكن عندك عروض بتتعرض عليك، بس شايف ان العروض دي ممكن هتدفع مقابل حاجة قصاد حاجة، وفي نفس الوقت هتطلع انت اللي خسران. عشان كده شايفه ان انت هنا مش مبسوط وبتفكر كتير، ومن كتر التفكير كأنك فاقد الشغف، كأنك عندك صراع ما بين قلبك وما بين عقلك، وكأنك فاقد الشغف في كل شيء. خلينا نشوف طاقة الشخص اللي هو هنا الكراش او المعجب السري. طاقة شخص أناني،
يعني من اولها كده شخص اناني، شخص شايف ان هو هنا عايز ان هو هنا يسيطر، وعايز ان هو هنا يتملك، وعايز ان هو يحس ان هو محور الكون، وعايز ان هو يحس ان هو مفيش منه، وان هو ياخد كل حاجة وما يخسرش حاجة. شخص بيتعامل بعقله وشايف ان القلب ده لازم يترمى ورا ظهره، شايف ان هو اتعامل بالمشاعر كتير واتجرح كتير، اتألم كتير، دخل في مشاكل كتير، حاسس ان هو بقى في طاقة انفعال، شايف ان هو لازم يسيطر، لازم يبين نفسه، لازم يحس ان هو مرغوب فيه ومرغوب في امره، وان هو محور الكون. شايف ان هو هنا بيتعامل بحكمة في كل اموره. ممكن كمان يكون عنده اطراف في حياته، عنده زوجة، عنده اكس، عنده قصة من الماضي مأثرة عليه، مخليه ان هو بيتعامل بحكمة وعايش بعقله، فكأنه هنا لاغي المشاعر خالص، وشايف ان هو لازم يبقى حاد في مشاعره، ولازم ان هو يبقى قوي، ولازم ان هو ما يندفعش هنا في احساسه وما يبينش المشاعر الحقيقية اللي جواه. شايفة شخص بيتعامل هنا بطاقة قسوة، بطاقة قوة. شايفة شخص هنا ملهوش نفس لأي حاجة ولا مزاج لأي حاجة. شايف ان الطيبة والحنية هنا خلته ان هو هنا يعني كأن هنا يتقلل من شأنه. عشان كده طاقة الانفعال وطاقة السيطرة وطاقة الحكمة وطاقة عدم الثقة مأثرة عليه. شده ما عندوش ثقة في حد، من كتر ما اتخذل، من كتر ما اتوجع، من كتر ما مر هنا بتجارب فاشلة، بدأ ان هو يفقد الثقة في كل من حوله، بدأ ان هو يتعامل بطاقة تكبر وطاقة كبرياء، وان هو هنا مش عايز يتحمل اي مسؤولية، لانه تعود على تحمل المسؤوليات اللي في حياته فزهق، فكأنه عايز يهرب من تحمل المسؤولية. الشخص ده كمان شايف ان هو هنا ليه مكانة وليه زي منصب، وكأنه هنا مش عايز يقلل من مكانته او منصبه، عايز ان كل اللي حواليه يجروا وراه ويطلبوا منه الاهتمام، ان هو يهتم لامرهم، او ان هو هنا يحل لهم مشاكلهم. فهو بيحب ان هو يبقى مسيطر طول الوقت، بيحب ان هو يبقى قوي طول الوقت. الشخص ده هنا عنده طاقة انفعال وطاقة هنا غضب شديدة جدا من اقرب الناس ليه، عنده مشاكل مع الناس القريبين منه، وشايف ان هم وجعوه جرحوه، فعنده زي طاقة انفعالات وطاقة غضب شديدة جدا، وكأنه هنا عايز ان هو ينتقم، عنده زي طاقة انتقام كده، كأنه عايز ينتقم، كأنه عايز ياخد حقه، مش عايز ان هو هنا يقعد يتفرج ويستنى حقه يجيله، لا كأنه بيفكر وبيخطط وبيتكتك بعقله ان هو زي ياخد حقوقه من الناس اللي حواليه، وان هو هنا يبين نفسه ويبين ان مفيش حد قدر يجي عليه. عشان كده طاقته فيها طاقة انتقام وطاقة غضب شديدة جدا. خلينا نشوف مشاعر الشخص ده اتجاهك انت ايه. طب هو هنا حاسس ان هو يعرفك من زمان. الشخص ده العلاقة دي علاقة توأم روح، يعني هو حاسس ان هو يعرفك من زمان، حاسس ان هو من ساعة ما شافك وهو انبهر بيك، ان هو اتشدلك، ان هو انجذب اليك، حاسس كأن كان ما بينك وما بينه علاقة، وكأنه يعرف تفاصيل عنك كتير، وكأنك مش غريب عنه. حاسس كمان ان هو هنا بيشتاق لك، وان انت بتوحشه، وان هو هنا عايز يبقى معاك. يعني عنده بدايات الحب كلها، عنده بدايات المشاعر كلها، عنده بدايات الانجذاب كلها، بقيت أمنية او حلم عايز يوصل له. بيحس ان انت هنا عندك خفايا، بيحس ان انت عندك اسرار، والحاجه دي بتجذبه ليك اكتر. الشخص ده منبهر بتفكيرك المادي، بتفكيرك هنا وتحملك للمسؤوليه، منبهر كمان بيك لان شايف ان شخصيتك مختلفه، فعنده زي هنا احساس بالانبهار بيك، احساس بالانجذاب، احساس هنا ان انت هنا مميز، ان انت هنا مختلف، احساس بالحب، ان هو هنا حبك وان هو يعرفك من زمن، وكأن في مشاعر قويه هنا رابطه بيك. عشان كده الشخص ده كأنه هنا عايز ان هو يعرف شخصيتك اكتر، عايز يتقرب منك اكتر، حابب فيك طاقة السيطرة وطاقة التقبل، لانه شايف ان انتوا شبه بعض في النقطة دي. حاسس ان انت هنا كأنك مش ضعيف اتجاهه، وان انت مش مديله اهتمام يحسسه ان هو هنا مهم زي ما الناس التانية بتحاول تعمل معاه. فالشخص ده شايف ان غموضك واسرارك وطريقتك بتجذبه ليك وبتشده ليك. عشان كده مشاعر الانجذاب هنا ومشاعر هنا الانبهار بيك، وكأنه يعرفك من زمن، وكأنه عايز يتقرب منك ويعرف تفاصيل عنك اكتر، اكتر حاجة هنا مأثرة عليه. طب خلينا نشوف ايه العواقب اللي ما بينكم بتخليه يفضل ان هو ما يتكلمش، ما يعبرش عن مشاعره، ما يعبرش عن احساسه. ايه الحاجة اللي بتمنعه ان هو ما يتكلمش وان هو يستكفي كده بالمراقبة او بالنظرات او ان هو يلمح بس؟ اه الشخص ده هنا للبعض منكم عنده زوجة،
عنده زوجة هنا وعنده أولاد، يا إما عنده زوجة يا إما عنده أولاد يا إما عنده مسؤوليات، يا إما في اختلاف في حاجة هنا بقى، في معتقدات هنا اختلاف فيها، في هنا عواقب كده زي هنا اختلاف هنا في الزواج. يعني مثلا لو جاي يعرض عليك الزواج، لا أهله هنا هيرفضوا لأن في زي هنا معتقدات ما بينكم أو في هنا اختلافات ما بينكم. دي حاجة. تاني حاجة في زي طاقة زوجة، في هنا زوجة، في حد هنا عنده زوجة والزوجة دي هنا مأثرة عليه وعنده مسؤولية وعنده أولاد وإن هو مش هيقدر ياخد الخطوة دي. وهنا للبعض منكم، بس ده بنسبة قليلة، ان الشخص عنده اكس من الماضي لسه مأثرة على طاقته. فالعواقب دي ايا كان نوعها ايه، زوجة او هنا اختلاف هنا في الديانات، او اختلاف هنا في التقاليد والعادات، او الحاجة اللي يعني او هنا هي هنا، او زي ما قلنا كمان الماديات. لا الماديات مش ليها دور مهم قوي في النقطه دي. يعني انا مش شايفه طاقه الماديات، هي ممكن طاقه هنا يعني العائلات، ممكن عيلتك انت من مكانه ما وهو عيلته من مكانه ما، فهنا ممكن انتوا الاتنين في فرق ما بينكم في المكانه، فدي هتسبب برضو هنا عائق. فخلينا نتكلم ان الشخص ده ايا كان ايه العائق، حتى لو اكس، حتى لو زوجه، حتى هنا لو اختلاف في الديانات او في المعتقدات والجو ده، هو شايف ان الموضوع صعب، شايف الموضوع مش سهل، شايف ان هو محتاج منه وقت ومحتاج منه مجهود، مش عايز ان هو يندفع، لانه شايف ان هو لو اندفع ممكن ان هو يخسرك للابد، ممكن ان انت تروح منه، ممكن يشوف ان هو مش قادر يتحمل مسؤولية علاقة، وان هو جاي يضغطك، وان هو جاي يتقرب منك، وان هو جاي يلعب بيك او يستفاد بيك او يلعب معاك، يعني لعبة الاستفادة او لعبة هنا التسلية، ويبدأ ان هو يرحل. عشان كده الشخص ده هنا مأجل خطواته، ما بيتكلمش، علشان هو شايف ان انا ممكن اتكلم وممكن اخد خطوات، بس مجرد ان احنا نكشف الخفايا او العقبات اللي ما بيننا، انت اللي ترفضني، انت اللي ترحل عني، او تقول لي قدم حاجه تثبت حسن النيه وانا مش عارفه اقدم ايه. انا عندي صراعات نفسيه، انا معجب منجذب عايزه ابقى معاك، بس انا مش قادر على تحمل المسؤوليه، وبفكر في العقبات اللي هتبقى في العلاقه. عشان كده الشخص ده هنا كانه قاعد بيلوم على نفسه، كانه قاعد بيعتب على نفسه، بيفكر في الحاجات السلبيه والحاجات السيئه، بيفكر قد ايه ان هو لازم يتحدى، وان هو هنا يبدأ بداية معاك، بس كأنه هنا بيرتب البداية عشان ما يخسركش. يعني هو كل اللي خايف منه ان هو يخسرك، خايف ان انت تضيع منه، ده اللي هو هنا مخليه ان هو ما بيستعجلش في خطواته، او ان هو مستكفي بالمراقبة او مستكفي بالتلميحات، لانه خايف من مستقبل العلاقة. طب هل هيعترف الشخص ده بمشاعره ولا هيفضل كده طول الوقت؟ هيعترف بس في المستقبل البعيد، مش في المستقبل القريب، لان الشخص ده ما عندوش استعداد للاعتراف دلوقتي. كل اللي هيعمله في الوقت القريب ده ان هو هنا هيلمح، ان هو يحاول يتقرب منك، ان هو يحاول يكسب ثقتك، ان هو يحاول ان هو يعرف تفاصيل عنك اكتر تخليه ان هو يعرف نقط ضعفك ان هو يخش لك منها. هيحاول ان هو هنا يبين لك المشاعر اللي جواه، زي بقى اهتمام، زي هنا ان هو يسأل عليك، يطمن عليك، يعرف تفاصيل عنك، يساعدك في حاجة، يسمع منك حاجات انت بتحبها، يحاول يحل معاك مشاكل. انما ان هو يعترف بمشاعره مباشرة كده ويقول لك انا بحبك او لا، الشخص ده لسه في طاقه تردد، الشخص ده مش قادر على تحمل المسؤوليه، وزي ما قلنا ان هو خايف ان هو يخسرك، فكانه هيسيب القدر هو اللي يتحكم في النقطه دي، كانه هيسيب القدر هو اللي يقود العلاقه دي، كانه هيسيبها للوقت، الوقت هو اللي هيخلي العلاقه تتطور، وان هي ممكن يبقى فيها اعترافات بالمشاعر وفيها تطور للافضل. لان هو كمان خايف ان هو يعترف لك تقول له انا عندي طرف، او ان انا مش حاسك، او ان انا مش حابب، او ان انت عندك عقبات، فيبدا هنا يحصل طاقه انفعال ويحصل هنا انفصال نهائي. فهو مش عايز كده، هو عايز يكسبك. فهو دلوقتي بيعمل ايه؟ هيبدأ ان هو يتقرب منك تدريجي، هيبدأ ان هو هنا يحاول يبعد نفسه عنك في الاول، يختبر مشاعره عشان ما يأذكش، هيحس ان هو مش قادر، فيحاول يتقرب منك تدريجي واحدة واحدة، يهتم بتفاصيلك، يهتم بالحاجة اللي انت بتعملها، يساعدك، يدعمك، لحد ما القدر هنا يسمح ان هو هنا يقدر يعبر عن احساسه او يعبر عن المشاعر اللي جواه. انما اعتراف مباشر وصريح لا، لسه مفيش هنا اعتراف مباشر وصريح من الشخص ده. عشان كده الشخص ده انت هتحس منه بالغموض، هتحس منه ان هو عنده اسرار، هتحس ان هو شويه متجاهلك وشويه مهتم لامرك، هتحس ان هو شويه واضح وصريح، وشويه ان هو هنا ان انت مش فاهمه. فهنا دي طاقه ان هو مش عارف يتحمل مسؤوليه والصراع الداخلي اللي ما بينه وما بين نفسه. عندنا كل الابراج الترابيه، الناريه، الهوائيه، المائيه نزلت معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناه، واكتبوا لي تحت في التعليقات حابين ننزل ايه الفتره اللي جايه من فيديوهات.
يلا بينا نروح لاصحاب المجموعه التانية، بس قبل ما نروح لهم القراءه عامه بتاخد منها اللي يناسبك واللي مش بيناسبك بيناسب غيرك، والقراءه للجنسين، واي قراءه على القناه طاقه زمنيه مفتوحه تقدر تسمعها في اي توقيت انت حابه. يلا بينا نروح لاصحاب المجموعه التانية. اهلا باصحاب المجموعه التانية اللي اختاروا معانا الحرف ز ت ت ر ي س ف ظ ا د ب ش ن ك ض، اول حرف من اسمك انت يا صاحب القراءه. في الاول كده هنكشف عن طاقتك انت يا صاحب القراءه. شايفة طاقتك هنا فيها وجع، طاقتك هنا فيها ألم، طاقتك فيها انفعال، طاقتك فيها غضب، طاقة هنا إحساس إن أنت هنا بتحاول تبين إن أنت قوي بس عندك أمنية مش عارف توصل ليها. ممكن تكون أمنية مادية أو أمنية فيها أوراق بتسعى فيها أو حاجة نفسك تشتريها ومش عارف توصل لها. ممكن كمان يكون عندك هنا زي قرار زواج أو قرار اختيار ما بين طرفين ومش عارف إن أنت تختاره. ممكن تكون هنا حاسس إن أنت عليك مسؤوليات وحاسس عليك ضغوطات وشايف إن أنت هنا لوحدك ومفيش حد هنا دعمك. شايفة كمان ان انت قلبك وجعك لان ممكن في طرف انت فضلته او كنت عايزه والطرف ده خذلك. الطرف ده هنا حسسك ان هو محبكش، حسسك ان هو هنا حب طرف تاني غيرك، وان هو كان بيقول لك كلام انت اكتشفت ان هنا مع الاحساس والمشاعر ان هو كداب فيه. عشان كده شايفة طاقتك هنا فيها تردد، طاقتك هنا فيها وجع، فيها ألم، فيها انفعالات، فيها احساس بالخذلان، فيها احساس بالوحدة، فيها احساس ان انت عايز تبين ان انت هنا واصل لاهداف او احلام بس شايف ان انت مش عارف توصل لاي حاجة. حاسس ان انت تعبان وتعبان قوي من جواك، حاسس ان انت مغزول في اقرب الناس ليك اللي انت ما كنتش تتوقع ان انت تتخذل فيهم. حاسس ان انت محتاج ان انت تتشافى وان انت تبدأ بداية جديدة وتحقق امنيات حتى لو مادية او امنيات هنا نفسك تحققها بعيدا عن الحب والمشاعر عشان تحس ان انت منتصر في حاجة. يعني انت شايف ان انت ما عندكش حظ في الحب، ما عندكش حظ في المشاعر، شايف ان كل حاجة بتختارها هنا صعبة، شايف ان انت بتدي اطراف اكبر من حجمها والاطراف دي في الاخر بتقدر ناس تقلل من شأنها. شايف ان انت بتدعم الكل ومفيش حد بيدعمك، كل الناس هنا بتديهم وتقف جنبهم وتصبر عليهم وتحاول تقف معاهم في مشاكلهم، وانت لما بتبقى هنا في مشكلة بتبقى لوحدك ومفيش حد بيقف معاك، وشايفين ان هم معتمدين عليك في كل حاجة وانت هنا ما حد وانت مش معتمد على حد. عشان كده شايفه ان انت هنا بتحاول تبين قوة متصنعة، حاسس ان انت من جواك ضعيف وان انت من جواك هش وان المسؤوليات عمالة تزيد عليك وان الكل عمال يضغطك ومفيش حد هنا بينفعك في اي حاجة وكله عايز يستفاد من وراك. شايفه كمان ان انت بتفكر قد ايه ان انت لازم تاخد قرارات مصيريه عشان ناس انت فكرت ان هم يستحقوا واكتشفت دلوقتي ان هم ما يستحقوش، فكانك حسيت ان انت بذلت مجهود، اديت وقت. الناس هنا ما تسواش، لناس هنا ما حبتكش بجد، لناس هنا قللت من شأنك، ناس هنا حسستك ان احنا هنا سند ليك، ومع اول موقف اكتشفت ان هم هنا خذلوك او كانوا عايزين يستفادوا من وراك. عشان كده شايفه ان انت قلبك وجعك قوي، شايفه ان انت متألم قوي، شايفه ان انت حزين وحزين قوي في الطاقه دي، شايفه ان انت هنا بقيت مندفع وبقيت منفعل وما بقيتش عارف تتحمل، حاسس هنا بطاقه غضب، حاسس بطاقه وجع، حاسس بطاقه هنا تعب وتعب نفسي قوي جدا. عشان كده شايفه ان انت مش عارف تتحمل الوضع السلبي اللي انت بتمر بيه. خلينا نشوف طاقه الشخص اللي هو الكراش. طاقته فيها برضو انفعال، الشخص ده هنا تعبان، الشخص ده هنا متضايق، الشخص ده هنا مش مبسوط، الشخص ده هنا ما عندهوش ثقة في الناس اللي حواليه، الشخص ده عايز ان هو ينطلق وما يشيلش مسؤولية حاجة، وان هو هنا يعيش حياته بالطول وبالعرض ومش عايز ولا حب ولا مشاعر ولا حاجة. اتجرح من الاخر، ده مجروح، ده طالع هنا من قصة صعبة، والقصة دي هنا كأنها هنا يعني سحبت منه طاقته كلها فطالع مجروح. الشخص ده ممكن كمان يكون بيسعى في اوراق، بيسعى في حاجة والحاجة دي صعبة
شايف ان هي مش سهله او استنزفته، خليته ان هو يمر بطاقه سلبيه، خليته ان هو يخش في طاقه انفعالات وطاقه غضب. الشخص ده هنا شايفاه ان هو هنا كانه هنا بيراقب الناس اللي حواليه، وكانه مستني لهم على غلطه عشان يوجعهم، عشان يألمهم، عشان هنا ياخد حقه منهم. شايفه شخص هنا مستهتر، كانه عايش حياته بالطول وبالعرض وبطاقه استهتار. شخص هنا عايز ان هو يجرح وان هو يوجع اي حد يدخل حياته، كانه عايز ينتقم من الناس اللي بتدخل حياته عشان هو اتوجع واتألم، وان هو ما اخدش حقه من الناس اللي وجعته. فالشخص ده تحس ان هو بيحاول يتعامل بحكمة، بيحاول ان هو هنا يبدأ يتربص كده للناس اللي حواليه عشان يأذيهم، يبدأ ان هو هنا عايز يبدأ بداية جديدة بس مش عارف يبدأها منين. شايف ان البدايات الجديدة صعبة، شايف ان البدايات الجديدة مش سهلة، شايف ان هو موجوع وان هو واقف في الماضي، شايف ان حياته كلها صراعات وصراعات قوية جدا. كل ما بيدي فرصة لحاجة الحاجة بتروح منه، كل ما بيتقرب من حد الحد ده عايز يسيطر عليه. في زي طاقة سيدة متسلطة هنا في حياته، ممكن تكون أم أو زوجة. شايف كمان ان أوضاعه المادية كل شوية وما يوصل لهدف ما تبدأ تتدهور مرة تانية. شايف ان هو بقى متعدد العلاقات بسبب الأحداث السلبية اللي مرت في حياته، بسبب إحساسه بالضعف، فعايز كأنه يثبت نفسه ويحس ان هو محور الكون ويحس ان هو مرغوب في أمره. عشان كده معانا طاقة انفعال، معانا طاقة كبر، معانا طاقة هنا غرور، معانا طاقة سيطرة، معانا طاقة شخص عامل ان هو طيب وغلبان، بس هو هنا مش طيب وغلبان، لا ده شخص هنا كأنه هنا بيدرس الناس اللي حواليه وبيحطهم في اختبارات لانه ما عندوش ثقة لحد. شايفة شخص هنا متضايق وكأنه عايز يأذي الناس اللي أذوه بس مش عارف يأذيهم ازاي، بيدور على البداية الجديدة بس شايف ان البداية الجديدة ما بيجيش، لان كل ما يجي يتعلق بحد او يتقرب من حد يكتشف فيه هنا وجع وألم، وزي اكنه هنا بيخيب ظنه. عشان كده بقى مسيطر قوي، عشان كده بقى حاد قوي في المعاملة، بقى متكبر قوي، بقى هنا كأنه بيتعامل بطاقة غرور وبطاقة هنا انفعال، وكأنه بقى بيجرح اي حد قدامه، يتسلط على الشخص ويبدأ ان هو يسيطر عليه، بعد كده يبدأ ان هو يعرف نقط ضعفه ويبدأ ان هو يجرحه. عشان كده معانا طاقة هنا قوية جدا من الانفعال والغضب والكبر والانتقام، وفي نفس الوقت زي طاقة هنا تسلط قوية جدا من الشخص ده، ما بيطلعش نفسه غلطان. الشخص ده شايف نفسه طول الوقت ان هو اللي صح واللي كل اللي حواليه هم اللي غلطانين، من كتر هنا طاقة الانفعال اللي جواه ان هو مبقاش عايز يسمع الا لنفسه بس، اناني جدا كمان في الطاقة دي. خلينا نشوف مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه. طب انا عايزه اقول لكم ان بنسبه كبيره قوي ان الكراش ده جاي من الماضي، يعني ده شخص من الماضي كان ما بينك وما بينه علاقه، وان العلاقة هنا ممكن تكون انتهت وان هو هنا عايز يرجع تاني يبدأ معاك بداية جديدة، لانه جاي هنا كأنه لسه عايز يتعرف عليك من اول وجديد، بس ده جاي من الماضي. الشخص ده جاي من الماضي مش جاي من الحاضر، مش حد هنا جديد، حد هنا لسه هتتعرف عليه، لا الكراش اللي بنتكلم عنه ده من الماضي. شخص هنا متردد، شخص هنا عنده طرف في حياته، عنده ازمات مادية، متعدد علاقات، شخص هنا عنده ممكن ام هنا متسلطة، شخص عنده زوجة. المهم ان الشخص ده فيه عقبة هنا بتمنع ما بينك وما بينه. الشخص ده هنا شايفة مشاعره اتجاهك مشاعر ندم، مشاعر هنا تعلق، مشاعر هنا مراقبة، مشاعر انفعال، شايف ان هو ظلمك وان هو جه عليك، شايف ان هو ما كانش عادل معاك، شايف ان هو وجعك وجرحك ودلوقتي بيراقبك، متردد في اظهار مشاعره، متردد في اظهار ندمه، متردد في اظهار الوجع اللي جواه اتجاهك. شايفة شخص هنا واقف عندك وكأنه مش قابل اي علاقة تانية بسببك انت، وشايف ان هو بينتقم من اي علاقة عشانك انت، شايف ان رابط طاقته ورابط حياته كلها بيك، وان هو محبش حد غيرك. وده اللي اكتشفه مؤخرا، ان هو هنا متعلق بيك، وان هو هنا فاقد الشغف بدونك، وان هو هنا عايزك، وان هو هنا بيفكر فيك بهوس، وان هو هنا شايف ان هو بيلوم على نفسه ان هنا كأنه متعدد علاقات او مستهتر، ودخل في صراع نفسي لما هنا انت اكتشفت حياته او حصل ما بينك وما بينه انفصال او بعد، فدلوقتي عايز يرجع تاني، دلوقتي عايز يبدأ بداية جديدة تاني. خلينا نشوف ايه العواقب اللي ما بينكم اللي خليته ان هو يفضل الانسحاب او الصمت.
في موقف ما حصل ما بينك وما بين الشخص ده هو مش قادر يتجاوزه. وشايف هنا في زوجة، في البعض منكم هنا بنسبة 80% في زوجة هنا في العلاقة دي، والعلاقة دي هنا انهارت بسبب زوجة وبسبب احساسه يعني احساسك ان هو اهمل فيك وان هو اختار بيته وحياته واولاده. ممكن يكون عنده اولاد، ممكن يكون عنده زوجة، وممكن كمان يكون عنده هنا زي طاقة هنا عدم ثقة وعنده مشاكل مادية. يعني هنا البعض منكم حصلت مشكلة بسبب عدم الثقة، لان ممكن تكونوا كمان علاقة رباعية، فهنا عدم ثقة. الحاجة التانية ان هنا عنده زوجة وعنده اولاد وعنده مسؤوليات ومش عايز ياخد قرار. الحاجة التالتة انا شايفة شخص هنا عنده صراعات من ناحية الماديات، وشايف ان عنده مسؤوليات مادية اتجاه بيت واسرة واولاد، فما قدرش ان هو هنا يتمسك بقراره ويحافظ على العلاقة. ممكن تكون هنا كنتوا ازواج وانفصلتوا بسبب ان هو فضل عليك طرف تاني او تزوج عليك او دخل في علاقة تانية. فايا كان ايه السيناريو هنا، لان احنا طبعا عندنا يعني علاقات اشكال والوان، بس دي هنا اكتر الاسباب. ايا كان ايه السيناريو، الشخص ده ندمان، ندمان ان هو هنا فرط فيك، ندمان ان هو جرحك، ندمان ان هو جه عليك، ندمان ان هو وجعك وألمك. فدلوقتي راجع كأنه هنا بيحبك من اول وجديد، كأنه هنا حس بغلطه، كأنه هنا حس هنا بندمه، اللي هو مخليه ان هو هنا صامت وما بيتكلمش، وان هو هنا بيتفرج من بعيد لبعيد لحد دلوقتي، ان هو منتظر يحس ضعفك، منتظر يحس ان انت لسه بتحبه، ان انت لسه بتفكر فيه، ان انت لسه عندك مشاعر اتجاهه، لان هو حاسس منك بالقوة، حاسس منك بالسيطرة. فكأن ما عندهوش مبررات ان هو يقولها عشان يقنعك بالعودة للعلاقة. كأن هنا شايف ان مبررات كلها ممكن ان انت ترفضها او ان انت ما تقبلهاش. فكأنه هنا بيحاول ان هو هنا يراقب الوضع، يبدأ ان هو يتابعك. لما يحس ان انت ضعفت او طلعت من طاقة انفعالاتك، ممكن ان انت تديله فرصة مرة تانية. فالشخص ده كأن اللي مأخر خطواته هو احساسه انا هعمل ايه او اقول ايه اخليني اسيطر عليك واثبت لك حسن النية وان انا بحبك. وممكن يكون بذل مجهود معاك او حاول معاك وانت صديته او رفضته، فاخدها بطاقة كبرياء وطاقة تكبر، عشان كده قصد ان هو يتقل شوية عشان يدفعك ان انت تقبل بعودته مرة تانية. خلينا نشوف هل هيعترف بمشاعره، هل هيتقرب تاني، هيقدم خطوات. الشخص ده في طاقة حيرة، خلي بالك، طاقة حيرة ومحتار ما بينك وما بين قرار تاني ومش عارف يعمل ايه، ومحتار ان هو يتقرب او محتار ان هو يبعد او محتار ان هو يتكلم. فهو هنا هيتقرب تاني، هيتقرب تاني لما يطلع من طاقة الحيرة اللي هو فيها، هيبدأ يعترف هنا بمشاعره. ممكن كمان يقلب الترابيزة عليك ويحسسك ان انت اللي كنت بتتلكك او بتعمل مشكلة عشان تبعد عنه. الشخص ده شاكك في امرك، شاكك ان انت عندك اسرار وان انت عندك خفايا، شايف ان هو متعلق بيك وان هو بيحبك، بس كأنه هنا لازم يبذل مجهود عشان يرجع العلاقة دي مرة تانية. عشان كده الشخص ده هيطلع من طاقة قوته وهيطلع من طاقة سيطرته، وهيبدأ ان هو يعرض عليك الحب مرة تانية، بس هنا بطاقة اقولك ايه، بكبر كده. يعني انا هحاول وهبذل مجهود، بس انا مش عايزك تصدني، مش عايزك ان انت هنا يعني تطلعني انا اللي وحش، بس لا، هقلب الترابيزة عليك واطلعك برضو ان انت اللي وحش معايا، او ان انت اللي خلتني ابعد عنك، او ان انت اللي ما كانش عندك ثقة فيا، او ان انت اللي ما اديتنيش وقت ان انا ابذل يعني ان انا اعمل الحاجة اللي احنا عايزينها. المهم ان هو عايز يقلب الترابيزة لما يرجع ويتكلم ويطلعك برضو، يحملك مسؤولية العلاقة، ان كل اللي حصل ده انت برضو سبب فيه، او ان انت اللي دفعته لكده، او ان انت اللي فهمت الامور غلط. هو ما كانش متقصد، وانت اللي عايز تعمل مشكلة، وانت اللي فهمت الامور غلط، وانت اللي كبرت المواضيع، وانت اللي دفعته ان هو يمشي، وان هو حاول معاك وانت هنا ما اديتهوش فرصة، وانت كأنك كنت عايز تمشي وبتتلكك له. من الاخر كده مش عايز يطلع نفسه الغلطان، لان احنا شفنا في طاقته طاقة كبر، طاقة هنا عند، طاقة شخص هنا عايز يبقى هو المتسلط، وان هو هنا المتحكم، وان هو ما بيغلطش، وان كل اللي حواليه هم اللي بيغلطوا، وان هو يبقى محور الكون. عشان كده هنا في رجوع منه، في رجوع منه، وفي تفاصيل منه، وفي بداية جديدة منه، وشايفة ان في تعلق وحب حقيقي منه، بس مشكلته ان هو هنا عايز يضعف موقفك على قد ما يقدر عشان يضمن هنا ان هو لما يلوم عليك او يعاتبك تبدأ ان انت تقبل بأي حاجة هو يقولها لك. عشان كده هنا الكراش بتاعك هنا الماضي، للأسف مش حد جديد، ده حد هنا من الماضي، وحد مطلع عينيك. وممكن تكون علاقة هنا اون واوف، علاقة هنا مرهقة، علاقة هنا فيها حب حقيقي بس فيها طاقة هنا تسلط، فيها طاقة سيطرة، فيها طاقة شخص هنا بيحاول ان هو يبقى قوي طول الوقت. وممكن يكون ارهقك في العلاقة وانت اخدت قرار الرحيل، بس هو ما عندوش استعداد ان هو هنا يسيب العلاقة او يخليها ان هي هنا تنهار، او ان هي هنا يحصل فيها انفصال. عشان كده هنا الشخص ده زي ما قلنا
في الاول خالص هو اللي واجع قلبك، هو اللي وجع قلبك، وهو اللي جرحك، وهو اللي خلاك في الصراعات، وهو هنا اللي تعبك وخلى العلاقة هنا تنهار، ودلوقتي عايز يرجعها مرة تانية. عشان كده الشخص ده هيحاول ويبذل مجهود ان هو هنا يعترف بمشاعره ويعترف بضعفه ويتقرب منك مرة تانية. طاقة المراقبة من الشخص ده قوية جدا، خلي بالك، وطاقة التعلق بيك قوية جدا، لدرجة ان هو اوقات بيحس ان انت اللي باصص له في حياته، انت اللي مستكتر عليه اوضاعه، انت اللي مخليه ان هو هنا ما بيطلعش خطوة قدام، او ان انت بتدعي عليه دعاء بيوقف له حياته، بتخليه ان هو هنا يمر بكارما. عندنا كل الأبراج المائية والترابية والنارية والهوائية، كل الأبراج نزلت معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة. طبعا القراءة بتبقى عامة، القراءة للجنسين، طاقة أي قراءة على القناة طاقة زمنية مفتوحة، تقدر تسمعها في أي توقيت انت حابه.